السلام عليكم. في فيديو النهارده إن شاء الله هاعرّفك 6 أخطاء بيعملهم أي صاحب ويب سايت، وغالبًا بيبقوا موجودين في أي ويب سايت إحنا بنشتغل فيه. الأخطاء دي بتأثّر بشكل كبير جدًا على أداء الموقع، وبتقلل نسب التحويل بتاعته، وكمان بتضر بيه في الsearch engines لإن زي ما أنت عارف الbounce rate لمّا يعلى من الصفحات أو من الزوار اللي جايين من الsearch engines عشان يخشوا على الويب سايت بتاعك، لو فترة أو الsession بتاعتهم قليلة في الويب سايت بتاعك، غالبًا ده بيتعامل على إنه bounce rate، وجوجل بتعمل لك عملية penalize وبتقلل في ترتيبك في الموقع طالما نسب التحويل عندك قليلة وسرعة الويب سايت قليلة. ال6 أخطاء دول سهل جدًا نحلهم، في الفيديو ده إن شاء الله هاعرّفك إزاي، يالّا بينا. أول خطأ من الأخطاء دي اللي موجودة في أي ويب سايت زي ما اتفقنا، أنا بالمناسبة أنا هاشتغل على أداة ويب فلو، بس تقدر إنك أنت تتعامل مع الأخطاء دي على أي ويب سايت بيلدر، بس ده عشان الويب فلو استضافته قوية، أداؤه أسرع، فيه كل الحاجات الكويسة اللي تخليك دايمًا مركزك كويس في محركات البحث وقدام العميل وما تعليش الباونس ريت بتاعك. أول حاجة اللي هي الدوم. دايمًا تلاقي ويب سايتس تبقى موجود فيها كمية divs وكمية wrappers وكمية sections أنت في غنى عنها. عشان نتفادى النقطة دي لازم نشتغل بنظام يكون زي في حاجة اسمها beam class naming وفي حاجة اسمها fin suite class naming. لازم تشوف class naming أو تشوف طريقة إنك أنت تكتب ال CSS بتاعك بشكل منظم ال HTML وال CSS عن طريق الدوم بتاع الويب فلو. زي ما أنت شايف هنا متنظم بسكشنز، متنظم جوه السكشن برابرز ببادنجز. لازم الدوم يبقى خفيف عشان يبقى الويب سايت ما ياخدش وقت اكبر في التحميل، اللي هو الدوكيمنت اوبجكت موديل او ال HTML بتاع الصفحة لازم يبقى قليل عشان ما ياخدش وقت كبير في التحميل. ده بالنسبة للدوم. تاني حاجة وهي الفيديوهات اللي بتتحط في مقدمة الصفحة أو في نهاية الصفحة، بس هنقول إن أوحش فيديو أو أصعب فيديو هو اللي بيتحط دايما في مقدمة الصفحة كبيتحط في الهيرو بانر. زي ما احنا شايفين دي صفحة فيها فيديو شكلها جميل جدا، بس الفيديو ده عبارة عن 29 ميجا بايت. الصفحة لما بتيجي تحمل زي ما قلنا ان احنا هنقلل الدوم، طب قللنا الدوم بس عندنا في الصفحة في بداية تحميل الصفحة في 29 ميجا المفروض ان البراوزر يحملهم. فطبعا دي مصيبة بالنسبة للويب سايت ان هو يبدأ ويشتغل اسرع، سواء حتى لو كانت معمول لها كومبريس او معمول لها اوبتمايزيشن، بس مشكلة جدا في موضوع تحميل الصفحة. يجي الدور في الأهمية بعد الفيديوهات اللي هي الصور. الصور عندنا فيها مشكلتين. أول مشكلة إن الصورة تبقى محطوطة بحجم أكبر من حجمها اللي هتتحط فيه في الصفحة. لو جينا بصينا على صورة زي كده ودوسنا على علامة السيتنج هنا، هنبص نلاقي الصورة دي 1600 في 900. دي حجمها كبير، الصورة دي حجمها الأساسي كبير بالمقارنة بحجمها اللي موجود قدامنا في الصفحة. فممكن نعمل خطوة إضافية إن إحنا نقلل حجم الصورة قبل ما نرفعها على ويب فلو. حاجة تاني، الصورة مش معمول لها اوبتمايزيشن، الصورة نازلة بصيغة جي بي جي أو صيغة بي إن جي. الصور دي أو الامتدادات دي مش معمول لها عملية تحسين، فبالتالي مش مناسبة للويب أو مش مناسبة لصفحات الويب. عشان نعمل تحسين ليها بنحولها على أي كونفرتر لويب بي أو بنحولها ل AVIF. من حسن حظنا او مؤخرا ويب فلو عشان تراعي الموضوع ده عملت كومبريسور جوه الاداه بتاعتها. لو رحنا على الصور هنا ودوسنا على اي صوره، التلاتة دوتس دول، هنيجي نلاقي هنا كلمه كومبريس. لو جينا دوسنا على كومبريس بيقول لك اختار الصيغه او الامتداد اللي انت عايز تضغط بيه الصوره. يعني انت دلوقتي ما بقاش عندك مشكله غير انك انت تقلل بس حجم الصوره الاساسيه وانت بترفعها على ويب فلو. بعد كده ويب فلو بيقوم بالباقي اللي هو الكومبريسنج. عشان نعمل كومبريس لازم نختار فايل فورمات، فاحنا بالنسبه لنا في الاي في اي اف وفي الويب بي. الاي في اي اف احسن في عمليه الضغط من الويب بي مع المحافظه على جوده الصوره. فحتى هو هنا في ويب فلو بيقول لك ان الريكومنديشن بتاعهم ان هم تحول الصوره بتاعتك ل AVIF. فانا غالبا معظم الصور اللي انا بشتغل عليها في الويب سايتس اللي انا بعمل لها اوبتمايزيشن غالبا بعملها AVIF وبتقلل الصوره بشكل كبير جدا،
وكمان بتحافظ على الجودة. فلو دوست كومبريس بيبدأ يعمل عملية الكومبريشن. ده بالنسبة للفوتوز. اتفقنا ان انت لازم تقلل حجم الصورة ولازم انك انت تعمل لها كومبريشن، وفي ادوات طبعا في زي الويب فلو بتبقى فيها بيلت ان، وفي بلجنز للوردبريس. تالت حاجة ودي كمان حاجة مهمة جدا اللي هي السكريبتس بتاعة الجافا سكريبت. دايما في اي صفحة ويب فلو هتلاقي فيه هنا كود يتحط في الهيد تاج او كود يتحط في البادي تاج. السكريبتس من الحاجات اللي البراوزر لما بيجي يحمل الويب سايت بيبدأ ان هو يحملها مع الصفحة، عشان غالبا بيبقى فيه فانكشناليتيز احنا بنضيفها للصفحة فبتحتاج ان هي تحمل السكريبت. حاول على قد ما تقدر انك انت تقلل السكريبتس او تقلل الفانكشناليتي جوه الصفحة، بحيث ان البراوزر ما يضطرش ان هو كل الفانكشناليتيز دي يحملها في وقت واحد. او لو قدرت انك انت تعمل حاجة اسمها ديفيرنج للجافا سكريبت، بحيث ان اليوزر اول ما يحمل الصفحة البراوزر يستنى ما يحملش السكريبت، وبعد ما الصفحة تحمل اليوزر ويشوفها السكريبت بيبدأ ان هو يحمل، لان احنا عملنا عملية ديفيرنج. ده بالنسبة للسكريبتس. في حاجة تانية انك انت ممكن تروح للبلاتفورم اللي انت جايب منه الثيرد بارتي سكريبت او السكريبت اللي انت جايبه من البلاتفورم، انك انت مثلا تقول له ان ما تشغلش السكريبت او ما تحملش السكريبت الا لما اليوزر يعمل انتراكت او يوصل للجزء بتاع اللي فيه الفانكشناليتي. ده بالنسبة لجزء السكريبتس. حاجة تاني برضو اللي هي الانيميشنز في ويب فلو من الحاجات اللي بتبقى يعني سهلة جدا، فالناس بتعملها بشكل كبير وبتنسى ان هي بتعمل لود على الصفحة. بس طبعا احنا لو جينا قارنا الانتراكشنز او الانيميشنز بتاعت ويب فلو عن الانيميشنز اللي انت هتجيبها من ثيرد بارتي لايبراري، انا طبعا افضل ان الانتراكشنز تكون من الويب فلو، لان كده كده هي هتتحمل مع الصفحه، فهي نيتيفلي موجوده في الصفحه وما بياخدش منها غير جزء اللي انت عامل منه الانيميشن. لكن لو انت جبت من ثيرد بارتي لايبراري غالبا بيبقى بيحمل اللايبراري كلها وبيديك بس الفانكشناليتي اللي انت طالبها، بس لازم يحمل اللايبراري كلها على البراوزر بتاعك. ده بالنسبة للانيميشنز. لو جينا هنا مثلا بصينا على الجزئية بتاعة الباك جراوند فيديو، لو دوسنا على هنلاقي الانيميشن دايما بيبقى قدامه علامة اللي هي الانتراكشن دي. فلو دوسنا كده مثلا عايزين نعرف ايه الانيميشن اللي متطبق على الجزئية بتاعة الهيرو، هنيجي هنا على سيكشن هيرو ونقف وندوس انتراكشنز وندوس على هيرو سايز. دي انتراكشنز معموله بجي ساب، ودي من الحاجات اللي لسه ويب فلو عاملاها ان هي ضافت نيتفلي او جوه الويب فلو بيلت ان الجي ساب، بحيث ان انت تقدر تعمل بقى انيميشنز رهيبه جدا من غير ما تحمل سكريبتس جديده على الويب فلو. ودي من الحاجات بصراحه اللي انا شايفها حلوه جدا واستخدمتها اكتر من مره. لو جيت عملت سكرول هنا مثلا هتبص تلاقي الانيميشن المطلوب او الانيميشن اللي اتعمل على الصفحه. ده بالنسبة للانتراكشنز، وطبعا يفضل ان انت تعملها من خلال الويب فلو وهو مديلك الخاصية دي بشكل جميل جدا جدا. نيجي لآخر حاجة معانا وهي الخطوط من الحاجات اللي دايما بتتنسي في الويب سايت، لدرجة ان في ويب سايتس بتبقى بتحملها خطوط بالميجا بايتس وسايباها تحمل مع الصفحة وبتشتكي من سرعة الصفحة. الخطوط لازم يتعمل لها اوبتمايزيشن، لازم تترفع بالصيغة اللي هي WOFF، لان هي دي الصيغه المخصصه للويب، وطبعا بتبقى معمول لها اوبتمايزيشن وبتبقى خفيفه وحجمها قليل. لو جينا شفنا الفونتس اللي متحمله على الصفحه دي عن طريق اداه الويب فلو، هنروح على سايت سيتنجز. من سايت سيتنجز هنروح على الفونتس ونشوف الفونتس بتاعتنا. طبعا هو الفونتس دي معموله بصيغه التي تي اف، ودي صيغه مش اوبتمايزد للويب. احنا طبعا زي ما قلنا بنستخدم المفروض اللي هي WOFF2 او WOFF. فانت من اي كونفرتر للفونتس بتروح على الكونفرتر وبتديله الفونت بتاعك اللي هو التي تي اف مثلا او الاو تي اف او الاي او تي ايا كان الاكستنشن اللي انت شغال بيه، ويخلوه لك يحوله لك على WOFF اللي هو بيبقى معمول له اوبتمايزيشن للويب. دي هي الاخطاء اللي بتساعد بشكل كبير او بتأثر بشكل كبير على ان الويب سايت بتاعك يبقى مش كويس لمحركات البحث، او ما يساعدش ان هو يطلع في محركات البحث وما يعليش نسبة التحويل ويعلي نسبة الباونس ريت. بس عايز
اقول لك نصيحة، ان مع الظروف اللي الويب سايت ده فيها، سواء كان حاطط فيديوهات او الصور مش معمول لها اوبتمايزيشن، او الفونتس مش معمول لها اوبتمايزيشن، او الدوم فيه مشاكل، مع ذلك لما رحت عملت عليه بيج سبيد انسايت في البيج سبيد انسايت، الاداة اللي شرحتها قبل كده في فيديو سابق، هنا وصل ل 81، ودي كويسة جدا جدا بالنسبة للموبايل، لان هنا بيعمل تيست على الموبايل، وتيست الديسكتوب وصل 99. فده اوبتمايزيشن مش معمول اساسا، يعني مفيش اوبتمايزيشن، مع ذلك السي دي ان بتاع الويب فلو كويس جدا وخطير جدا، لانه بيستخدم طبعا سي دي ان كلاود فلير، فالسرعه بتاعه الويب سايت بتاعته قويه جدا. فهي اداه انا بصراحه ارشحها لاي حد عنده مشاكل في بطء الويب سايت بتاعه، لان هي بتسهل عليك جدا السبيد اوبتمايزيشن والاون بيج اوبتمايزيشن والاوبتمايزيشن بتاع الويب سايت والبرفورمانس بتاع الويب سايت ككل. فهي اداه ممتازه جدا زي ما انت شايف، رغم ان انا ما عملتش اي اوبتمايزيشن، كل الاخطاء اللي انا حكيتها لك دي من ويب سايت هو موجود وشغال وما عندوش اي مشكله. بس مع الوقت بقى بتبتدي ان انت تحط سكريبتس، بتبتدي ان انت تحط انيميشنز، بتبتدي انك انت تزود صور، فيبتدي مساحة الويب سايت تزيد، تزود سيكشن، الكلام ده كله بيأثر بشكل كبير على الويب سايت بعد كده. دي بالنسبة للأخطاء بتاعة السرعة وبتاعة زيادة سرعة الويب سايت. أتمنى أن انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده إن شاء الله، ولو عندك أي مشاكل في السبيد اوبتمايزيشن ممكن تراسلني وأنا أحلها معاك إن شاء الله. أتمنى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.